مكون واحد بس هنشتريه من برا، وهنعمل الحليب المكثف المحلى في البيت. بصوا القوام بتاعه جميل جدا، طعمه حلو وريحته جميلة. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. أول حاجة هنحتاج كوباية من اللبن البودرة، وكوباية من السمنة البلدي وتكون سخنة، كوباية من السكر البودرة، وكوباية من الحليب ويكون كامل الدسم. هنحتاج كمان رشة بسيطة خالص من الملح، وفي الكبة أو في الخلاط، وهنسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهننزل بالحليب ويكون كامل الدسم، وهننزل باللبن البودرة ويكون الجودة بتاعته تكون كويسة، والسمنة البلدي طبعا تكون سخنة. وهننزل كمان بالسكر ويكون بودر ناعم جدا. تمام كده حبايبي. هنبتدي كمان نحط رشة الملح، لازم تحطي رشة الملح في عمل الطحينة أو في الحليب المكثف المحلى. وفيديو الطحينة على القناة وعجب ناس كتير أوي، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وكنت عاملة الطحينة بطريقتين كمان، طريقة المصنع والطريقة البيتوتية. وهنا ضربنا الحليب المكثف المحلى لمدة 5 دقايق كده بالظبط. وبعد كده هنبتدي نقدمه في طبق كده عشان تشوفوا القوام بتاعه، طعمه حلو قوي وريحته جميلة، والقوام بتاعه ما شاء الله كان على المسطرة. أول يوم بيكون سايب شوية، لكن تاني يوم بيتقل. تمام، علشان بس تبقوا عارفين، أول يوم بيكون خفيف شوية كده، بس بعد كده طبعا احنا بنحطه في برطمان، ونحط البرطمان في قلب التلاجة. ولما تيجي تاخدي من البرطمان لازم تكون المعلقة بتاعتك نظيفة وناشفة، مش عليها مية خالص. بصوا أول يوم خفيف ازاي، لكن بعد كده لما بيتحط في التلاجة بيتقل. بصوا بقى هعمل ايه، هحطه في البرطمان وهقفل البرطمان كويس جدا. تعالوا بقى نوزنوا الكمية اللي احنا عملناها ونشوفها قد ايه بالظبط. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طلعت حوالي كده اللهم صل على النبي، حوالي 600 جرام و 621 جرام. بصوا ما شاء الله، يعني كمية حلوة والله. طبعا انتوا عارفين ان هو غالي جدا جدا في الهايبر وفي السوبر ماركت كمان، وما بيكونش متوفر في اماكن كتيرة جدا. فنعمله في البيت نوفر وقت ومجهود وفلوس كمان. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك. يعني الكمية والله عجبتني، لان مقاديرها في البيت متوفرة زي ما شفتوا كده. يعني الحاجة الوحيدة اللي أنا اشتريتها من برّه هي الحليب اللبن البودرة. طبعًا أنتم عارفين إن اللبن البودرة في معظم البيوت ما بيكونش متوفر، لكن عندِك السمنة والسكر، وعندِك كمان الحليب في التلاجة. عندِك الخير دايمًا يا رب في بيتِك. ربنا يحسن ما بين إيديكم ويحسن ما بين إيديّا، ويرزق الجميع يا رب، اللهم آمين. حطوا لي لايك للفيديو واشتركوا في القناة، قناة جديدة وبأمر الله تكبر بيكم وليكم. طبعا انتوا عارفين ان هو بيتعمل منه حلويات كتيرة قوي، فان شاء الله بأمر الله هيعجبكم الطريقة دي.